على بركة الله هنبدأ فيديو النهاردة. لو عندك بطاطستين وبيضاية واحدة ومش عارفة هتعملي بيهم ايه، استني. النهاردة جايبه لكم وصفة من الايام زمان، من وصفات جديدة الله يرحمها. فطاير كده بالبطاطس وحشوة لذيذة، بس عجينة من غير تعب ولا خميرة ولا لبن، بس النتيجة مقرمشة من بره وطرية من جوه، وطعمها مش طبيعي. جربتها وطلعت كل واحدة ألذ من التانية. تابعي الفيديو معايا وخليكي معايا، ما تروحيش في اي حته عشان تشوفيه خطوه بخطوه وتعرفي كل التريكات. اول حاجه انا خدت كده بطاطستين، قشرتهم وقطعتهم مكعبات، وهنحطهم في ميه على النار مع معلقه من الملح، وهنسيبها تغلي لما تبقى بري كده خالص. تبقى انا عايزاها مهريه عشان اعرف ان انا اهرسها كويس. وبعد كده هنصفيها من الميه كويس جدا، ونبتدي نهرس البطاطس بتاعتنا، وهننزل عليها معلقه كبيره من الزبده ونكمل فيها هرس. وبعد كده هجيب بيضايه، تكون البطاطس هدت شويه، هنزل بالبيضايه. يفضل هنا لو بطاطس سخنه تبقى ساقعه من التلاجة، هنزل عليها. وبعد كده هجيب حزمه من الكزبره وعودين من الشبت، هبتدي كده برضو افرمهم ناعم وانزل بيهم. انا هنا استخدمت الدقيق حوالي 400 جرام من الدقيق، نزلت الاول ب 200 جرام، وهنبتدي كده نقلبها. كل ما تبقى محتاجه دقيق انزل شويه بشويه، مش هننزل بالكميه كلها مره واحده، عشان انا مش عايزه العجينه تبقى ناشفه قوي معايا. انا عايزه العجينه طريه وما تكونش بتلزق في ايدي. فانا هنزل كده شويه بشويه لحد ما اخدت 400 جرام من الدقيق على البطاطستين. كانت النتيجه روعه، عجينه طريه جدا وما بتلزقش في ايدي. انا عايزه اقول لكم معلش، في الجزء ده الكاميرا ما صورتش، كنت حطيت نص معلقه من الملح وربع معلقه من البيكنج صودا على العجينه وانا بعجنها. وبعد كده رشه بسيطه من الدقيق، وهحطها في البوله ترتاح حوالي كده ربع ساعه او نص ساعه على ما هجهز للحشوه بتاعتي. بالنسبه للحشوه انا استخدمت لحمه مفرومه عصقتها على النار. استخدمت هنا نص كيلو من الدقيق على 200 جرام من اللحمه بالظبط. يا جماعه كده الوصفه دي اصلا بتبقى حلوه قوي لو اتعملت ببصل بس مكرمل، بتبقى تحفه. فانا زودت لها البصل علشان تديني نفس النتيجه. بالنسبه للبهارات انا هكتبها لكم في صندوق الوصف بالمظبوط، ما تقلقوش خالص. حطيت طبعا الملح والفلفل بتاعي على حسب الرغبه، وهبتدي اعصج اللحمه بتاعتي على ما العجينه بتاعتي تكون ارتاحت. وهنا عجينتنا ارتاحت وبقت تمام وهنعرف نشتغل بيها. هنحط بقى شويه دقيق كده على الكونتر بتاعنا، وبعد كده هنبتدي نشتغل في العجينه بتاعتنا. بالنسبه للعجينه انا ال 400 جرام دقيق عملوا لي 8 فطاير كبار مش صغيرين. يعني الفطيرة كده حلوة مشبعة، يعني اللي هياكلها هيشبع مش هيفكر في تاني. بس بصراحة من جمالها والله يا جماعة ما قعدت. انا حاولت اصورها لكم بسرعة علشان خاطر الحق ان انا انهي الفيديو، اللي كانوا واقفين لي عايزين ياكلوها. طبعا الف هنا وشفا عليهم، بس انا ما كنتش عارفه اصور منهم. المهم انا قسمتها كده على 4 كور زي ما انتم شايفين، وهبتدي افرد العجينه بتاعتي بسمك حوالي نص ملي. انا مش عايزاها تخينه قوي علشان احنا لسه هنقليها في الزيت، فهتنفش معانا شويه. فحاولي بقدر لا تبقى رفيعه قوي ولا تخينه قوي. والجزء اللي انا فردته ده قسمته نصين تاني، وهبتدي اوزع اللحمه زي ما انتم شايفين كده بالطريقه ديت. الحشوات بقى يا جماعه اللي انتوا عايزين تحشوه فيها احشوه. حابين ميكس جبن، حابين لحمه مفرومه، حابين فراخ مثلا شاورما، اللي انتوا عايزين تحشوه، او بصل مكرمل، اللي انتوا حابين تحشوه فيها زي ما انتوا عايزين احشوها. عجينه حلوه وهتبقى سهله معاكي في التشكيل، ومش هتبقى متعبه بالنسبه لك جدا. بالنسبه هنا انا طبقتها زي ما انتم شايفين كده، وضغطت عليها شويه ورشيت على الاطراف شويه دقيق علشان الشوكه ما تلزقش فيها وانا بقفلها. الشوكه كده بتدي منظر جمالي، وفي نفس الوقت بتثبت لي على التقفيله بتاعتها. الفطيره هنا الجزء التاني ده انا عملته مع لحمه معصجه مع جبنه موتزاريلا. يعني انا عملت جزء كده وجزء كده، اللي حابب ياكل جبنه ياكل، واللي حابب ياكل لحمه مفرومه بس ياكل، مفيش اي مشكله. نحاول نرضي جميع الاطراف. وبعد كده في طاسه سخنه هنسخن الزيت بتاعنا. بس اهم حاجه عشان ما تغلطوش زي انا في الاول في فطيرتين اخدوا مني لون غامق لان الزيت كان حامي قوي، لا احنا هنسخن الزيت ونبتدي نهدي النار ونحمر الفطاير بتاعتنا. ده كان فيديو النهارده، فطاير هشه ولذيذه مقرمشه من بره وطريه جدا من جوه، والطعم بجد يا جماعه خرافه. اتمنى تجربوها، ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بألف هنا وشفا على قلوبكم حبايبي. باي باي.